عمرك سألت نفسك ليه في الشتاء والجو برد بتنام في وضعية البيبي؟ بتنام على جنبك وتضم ركبك لبطنك بالشكل ده؟ أكيد بتعمل الموضوع ده لا إرادي. لو متعرفش أنت بتعمل كده ليه، كمل الفيديو عشان الموضوع ده وراه سبب علمي هيعجبك. ليه في البرد بتنام كده؟ وليه في الحر بتنام كده؟ الإجابة بتتلخص في مساحة السطح أو surface area، وهي المساحة الخارجية لأي جسم. بالبلدي هي المساحة المعرضة للهواء من أي جسم، وطبعا المساحة المعرضة للهواء كل ما تكبر كل ما تبرد أكتر وأسرع. عشان كده لما يكون الجو برد بتضم نفسك، يعني بتقلل من مساحة سطح جسمك فتتعرض لبرد أقل وتدفى أكتر. في الصيف بقى بتنام مفروض، يعني بتزود من مساحة سطح جسمك وتتعرض لهواء أكتر فتبرد. عايز تتأكد؟ هات كمية مية مغلية وحط شوية في كوباية زي دي وحط شوية قدهم بالظبط في علبة زي دي. أنهي هيبرد الأول؟ أكيد اللي في العلبة هتبرد الأول، عشان مساحة سطح المية اللي موجودة جواها هتكون معرضة للجو أكتر من اللي في الكوباية. وعشان كده لما بتشتري بيتزا أو بتعملها في البيت لا قدر الله يعني وبتكون سخنة وعايزها تبرد بسرعة، تعمل إيه؟ بتقطعها، ولما بتقطعها فأنت بتزود من مساحة سطحها، وكمان بتعرض أجزاء منها للهواء ما كانتش معرضة وهي على بعضها، فبتبرد أسرع. المكرونة البنة الكبيرة دي عارفها؟ هتبرد أسرع من المكرونة القواقع الصغيرة عشان مساحة سطحها أكبر. كل حاجة حواليك وأنت نفسك بتتأثر بمساحة السطح وأنت مش واخد بالك. بس أكتر حاجة فهمت مساحة السطح وعرفت تستغلها صح هي النباتات. لو بصيت على نباتات الغابات هتلاقي الورق بتاعها عريض، عشان أشعة الشمس اللي بتوصل لها من وسط الأشجار دي كلها بتكون قليلة، فبتحتاج ورق مساحة سطحه كبيرة تمتص كل الأشعة اللي ممكن توصل لها. إنما بقى نباتات الصحراء فالشمس فوق دماغها طول النهار، فدايما بتلاقي أوراقها مساحة سطحها قليلة عشان الشمس ما تبخرش كمية المية القليلة اللي بتوصل لها. احنا داخلين على الشتاء، قلل من مساحة سطحك عشان ما يجيلكش لطشة برد. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط. ما تنساش دول.